صحابي، تعالوا بقى نعمل احلى ملوخيه في البيت. ولو مره تشوفوا الشانل بتاعتي متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على المعمل. اول حاجه هنجيب الملوخيه ونقدر ان احنا نشيل العيدان بتاعتها كويس قوي. وطبعا بعد ما هنشيل العيدان هنبدا بقى ان احنا نغسلها ونجيب بقى ميه سخنه ونحط بقى الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه عشان الملوخيه ما تسقطش مننا ان احنا اول ما تغلي هنبدا ان احنا نطفي عليها. هبدأ انزل بقى بالنص الكمية وبعدين هنزل بالكمية الباقية واحدة واحدة. اول ما الاقيها ان هي اتشربت من المية السخنة هبدأ انزل عليها الكمية التانية. وطبعا كل ده قبل ما المية تغلي علشان هي مع اول غلوة هبدأ ان انا اصفيها واشيلها من المية. زي ما قلت لكم في كام تريكه كده علشان هي ما تصعدش مني وتبقى برضو بنفس القوام اللي احنا محتاجينه، فامشوا معايا في الخطوات وهتظبط معاكم. ده كده شكلها، شايفين ازاي ان هي خضرة وشايله منها كل العيدان، لانه في الاغلب ساعات كمان في المصانع كده بيحطوا العيدان بتاعتها، فاحنا عايزينها تبقى صافي. هنا بقى هبدا ان انا اجيب ميه بتلج، يعني انا هجيب ميه ساقعه جدا واحط عليها مكعبات تلج عشان انا محتاجه ان هي تطلع على ميه متلجه. زي ما انتم شايفين هنا مع اول غلوه هبدا ان انا بقى اصفيها في الميه اللي قدامكم دي كويس قوي، واتاكد ان الملوخيه كلها نزلت فيها. وبعدين بعد ما اطلعها هسيبها برضو تبرد علشان كل الخطوات دي هتساعدنا ان هي تطلع معانا الملوخيه باحلى شكل انتوا شايفينه. هبدا ان انا زي ما انتوا شايفين اصفيها كلها. وهنا بقى هبدا بقى اول ما تسقع معايا خالص اسيبها تبرد. هبدا بقى اجيب الخلاط وابدا انزل بكميه منها، واول ما اضربها كده مع بعض زي ما انتوا شايفين لو احتاجت تحط لها نقطه ميه ممكن في الاول، وبعدين هبدا انزل بشويه منها، وبعد شويه ابدا ازود زي ما انتوا شايفين الخلاط من فوق لحد ما كله يتضرب مع بعض. وهوريكم القوام بتاعها في الاخر. طبعا القوام ده انا هعمله علشان التفريز، هحطها بعد كده في الفريزر واشيلها. ولو عايزين طبعا تطبخوها على طول بتطلعوا الكيس اللي انتوا عاملينه وتبداوا بقى تستخدموها عادي كانها متفرزه. وبجد حاجه كده بتكون صحيه وعاملينها في البيت ومتاكدين منها، وطبعا اكيد بربع التكلفه اللي ممكن تشتروها من بره. ده كده شكلها بقى وهي في الخلاط. وزي ما قلت لكم لو اول مره تشوفوا الشانل بتاعتي متنسوش تدعموني، تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وادخلوا بقى شوفوا بقيه الريسبي اللي عندي في القناه، وقولوا لي محتاجين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه. هسيبكم بقى معاها وهي بتتخلط كده واجيلكم بعد ما نخلص. وده كده شكلها بقى بعد ما خلصت الخلط بتاعها. بصوا القوام بتاعها بجد قوامها كان حلو جدا. بصوا وانا بنزلها شكلها عامل ازاي. ده كده القوام المظبوط علشان لما نيجي نفرزها تبقى معايا ما تبقاش سايبه قوي. هبدا بقى احطها في الاكياس وافضي منها الهواء علشان تكون زي ما انتم شايفين كده ما تاخدش كمان مساحه معايا في الفريزر. ودي الكميه اللي انا عملتها، وحاجه كده سوبر تيستي وطبعا صحيه ومعموله في البيت. وبالهنا والشفا عليكم، وقولوا لي بقى الوصفه اللي جايه محتاجينها تكون عباره عن ايه. باي.